وحشتني يا صديقي. معانا النهارده ملخص جديد وعلى الرايق منه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل ملخص احنا بننزله. ويلا بينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم بالبطله بتاعتنا سيو وهي راكبه عربيه وراجعه لقريتها القديمه عشان تزور امها اللي عيانه بالكانسر. بتوصل سيو للبيت بتاعهم القديم وهو بيت كبير ومهجور ويجيب الاكتئاب وسط أراضي زراعية مقطوعة. وبتنزل من العربية وبتكتشف إنها نسيت تليفونها في القطر. بعدها بتدخل البيت وبتلاقيه كله تراب وكراكيب، وبتدور على أي وسيلة اتصال لحد ما بتلاقي تليفون لاسلكي قديم من بتاع زمان. بتمسحه من التراب وبتوصله بالحرارة وبتجرب، وفعلا بتلاقيه شغال والخط فيه. وبترن على تليفونها وبيرد عليها واحدة وبتقول لها عشان ترجعي تليفونك لازم تديني فلوس مكافأة إني لقيت لك التليفون. وبتقفل السكه في وشها. مبقاش في حد بيعمل خير في البلد دي ولا ايه؟ التليفون بيرن، سيو بترد بتلاقي صوت بنت بتصرخ وبتقول لها الحقيني امي اتجننت وعايزه تولع فيها بالنار. مين دي وايه قصتها هنعرف مع بعض. المهم سيو بتفتكرها مكالمه غلط وبتقول لها الرقم ده غلط وبتقفل السكه. بعدها بشويه سيو بتروح تزور امها في المستشفى، وبنعرف من نظراتها انها مش طايقه امها وشايله منها من زمان، وده بسبب حادثه قديمه مات فيها ابوها وهي صغيره. وبعد ما بتخلص زياره امها بتروح تزور ابوها في المقابر. بعد كده بترجع البيت وهي نايمه بتسمع صوت خبط غريب جاي من ورا الحيطه. بتهد الحيطه وبتكتشف ان في وراها سلم سري نازل لابو تحت الارض مخفي بقاله سنين. بتنزل الابو بالكشاف وبتلاقي كشكول مذكرات قديم لبنت كانت عايشه في نفس البيت ده سنه 1999، والبنت دي اسمها يون. التليفون بيرن تاني ونفس البنت اللي اسمها يون دي بتتصل وبتصرخ وبتقول نفس الكلام. سيو هنا بتشغل دماغها وبتبدا تسالها انت فين وساكنة فين؟ البنت بتقول لها عنوان البيت وبيطلع هو نفس العنوان اللي سيو قاعدة فيه دلوقتي. بعدها سيو بتسألها احنا في سنة كام؟ البنت بتقول لها احنا في سنة 1999. هنا سيو دماغها بتلف وبتقول لها ازاي احنا عايشين في نفس البيت؟ البنتين بيبدأوا يتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر، وكل يوم بيفضلوا يتكلموا لغاية ما بيبقوا اصدقاء. بس صداقة غريبة شوية، واحدة في المستقبل 2020 وواحدة في الماضي 99. يوم بتحكي لسيو ان امها ساحرة وبتاعت اعمال حبسها في البيت وبتعذبها عشان تطرد الارواح الشريره منها، وبتقول لها ان ابوها تقريبا مغني. في المقابل سيو بتحكي لها عن المستقبل والاغاني بتاعت ابوها المشهوره جدا والتكنولوجيا اللي بقت موجوده، وبتقول لها انها بتحب اغاني ابوها ومن المعجبين بتوعه. وفي يوم في الماضي بتعرف ان ابو سيو اللي هو عايش في سنه 99 جاي يشتري البيت ده هو ومراته وبنته الصغيره سيو. يوم بتشوفهم وبتقول لسيو ابوك واقف بره وشكله كويس. سيو بتسمع صوته وبتعيط من الفرحه وبتقول لها هيموت كمان كام يوم في حادثه انفجار غاز في شقتنا القديمة، أرجوك انقذيه. يوم بتسمع الكلام وبتطير جري على الشقة القديمة، وقبل ما الغاز ينفجر والأب يموت بتدخل وبتمنع الكارثة وبتنقذ الأب. وفجأة في نفس اللحظة سنة 2020 البيت اللي قاعدة فيه سيو بيتغير ملامحه بالكامل وبيرجع جديد وفخم، وأبوها بيظهر قدامها عايش وكويس. سيو بتبكي من الفرحة وبتطلع جري تحضنه. اللعبة نجحت والماضي اتغير والمستقبل بقى أجمل، وبترن على يون وتشكرها على اللي هي عملته وإنها رجعت لها الحياة تاني. بعد ما أبو سيو رجع للحياة سيو بدأت تتلهي في حياتها الجديدة مع أبوها وأمها، وما بقتش ترد على تليفونات يون بانتظام زي الأول. يون في الماضي قاعدة محبوسة وبتتعذب من أمها المجنونة، وبتفضل تتصل على سيو بس هي مش معبراه. ولما بتلاقي سيو مكبرة دماغها بتبدأ تتضايق وتغل وتقول بقى أنا أنقذتلك أبوكي وأنت تسيبيني كده. في نفس الوقت سيو في المستقبل بتعمل بحث على النت عن قصة يون وبتكتشف صدمة عمرها. أم البنت الساحرة دي هتقتلها في نفس الليلة من سنة 99. سيو بيصعب عليها صاحبتها وبتتصل بيون بسرعة وبتقول لها الحق أمك المجنونة ناوية تموتك النهاردة بالليل، اهربي منها. يوم بتاخد حذرها، ولما أمها بتدخل عليها بالليل بالسكينة والطقوس عشان تقتلها يوم بتقوم عليها وبكل غل بترنها علقة محترمة وبتخلص عليها. وبعد ما بتخلص عليها بتحطها في التلاجة. ومن هنا الوحش اللي جوه يون بيصحى. البنت طلعت مجنونة رسم وبتروح تاكل كل الأكل اللي كانت محرومة منه أكنها اتولدت من جديد. تاني يوم في الماضي بيجي راجل غلبان شغال بيبيع فراولة، بيروح يزور البيت عشان يسلم طلبية، وبيدخل المطبخ وبيفتح التلاجة بالصدفة عشان يحط الحاجة، وبيلاقي الحاجة قاعدة في التلاجة عشان الجو حر. يوم بتلمحه وبتقول له تعالى انت رايح فين، وبتجيب الشاطور وتنزله على دماغه وبتخلص عليه هو كمان. انت هتفضحها ولا ايه؟ في نفس اللحظة دي في المستقبل 2020 الراجل بتاع الفراولة ده كان صديق لعائلة سيو، بيختفي من الوجود تماما من قدام عين سيو. هنا سيو بتفهم اللعب وبتعرف ان يون بقت مجرمة وبتتصل بيها وبتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده يا مجنونة. يون بتضحك ضحكة شريرة كده وبتقول لها انا بقيت حرة واللي هيقف في طريقي
هتدوس عليه، اخرتك هتبقى زي الفل ان شاء الله. البوليس في الماضي بيبدا يدور على الراجل بتاع الفراوله، وبيجي ابو سيو في سنه 99 هو وبنته الصغيره عشان يشتروا البيت اللي عند يون. ويون بتمسك ابو سيو في الماضي وبتضربه علقه وبتخلص عليه عشان تنتقم من سيو انها ما ساعدتهاش. وفجاه في 2020 الاب اللي كان قاعد جنب سيو في العربيه بيختفي ويتبخر في الهواء. ده ايه اللعبه السودا دي؟ والبيت بيرجع يتقلب خرابه وضلمه ومعفن تاني، وامها بترجع عيان. سيو بتقعد تعيط وتصوت على ابوها اللي مات تاني بسبب البت المجنونه دي. يوم ما بتقفش عند كده، دي بتمسك سيو الطفله الصغيره في سنه 99 وبتربطها وبتتصل بيها في المستقبل عشان تهددها لو ما ساعدتهاش انها تعرف البوليس هيقبض عليها ازاي هتقتلك. بتضطر تخدعها وتقول لها على معلومات غلط عشان تنقذ نفسها، فبتقول لها ان البوليس هيقبض عليكي في مكان كذا، والدليل السكينه اللي عليها بصمات. يوم بتروح المكان الامان اللي قالت لها عليه سيو، وبتكتشف انها بتشتغلها وانها ودتها هناك عشان تموتها. يوم بترجع البيت وهي عميانه من الغضب، وبتفتح الميه المغليه وتدلقها عليها عشان تعذب. وفي نفس اللحظه دي في المستقبل بتظهر حروق وتشوهات حقيقيه على جسم ورجل سيو، وهي بتصرخ من الوجع. يوم بتقول لها لو ما صلحتليش حياتي في المستقبل وقلت لي ههرب ازاي من القضيه دي، هقضي على نسختك الصغيره خالص وانهي وجودك. يا حلاوه. سيو في المستقبل بتقرر انها مش هتستسلم لبنت المجنونه دي، وبتبدا تفتش في دفاتر الشرطه والارشيف، وبتعرف ان في اليوم ده سنه 99 ام سيو الطفله هتروح البيت مع الضابط عشان تدور على جوزها وبنتها اللي اختفوا. وبتعرف ان هتحصل خناقه كبيره في البيت ويون هتقتل الضابط وامها تقع من على السلم. سيو بتتصل بالبيت في الماضي وبترد عليها امها بتاعت سنه 99. سيو بتصرخ في التليفون وبتقول لامها ارجوك اسمعيني، اخرجي من البيت ده حالا، البيت ده جواه مجرمه مجنونه هتقتلك وهتقتل بنتك الصغيره. خدي الضابط وادخلي بالسلاح واضربيها فورا. الام في الماضي في اللحظه دي يوم بتهجم على الضابط وتموته بالشاطور. هي كانت شغاله جزاره ولا ايه؟ وبتبدأ تطارد الأم وسيو الطفلة في البيت الكئيب المعفن ده. الأم بتمسك بنتها الصغيرة وبتجري بيها على السلم، ويون طايرة وراها والشاطور في إيديها وعمالة تضرب على الباب. في نفس الوقت في المستقبل البيت عمال يتغير ملامحه كل ثانية بناء على مين يكسب الخناقة في الماضي. حيطة تتصلح وحيطة تتهد، وسيو الكبيرة عمالة تقع متعورة من كل مكان. الأم في الماضي بتتحول لوحش عشان تحمي بنتها، وبتقاوم يون على السلم وبتعافر معاها بكل قوتها لحد ما بتاخدها في حضنها وتحدف نفسها ويون مع بعض من على السلم، ويقعوا الاتنين على الارض غرقانين في دمهم. في نفس اللحظة دي في المستقبل البيت بيثبت على ملامحه، وسيو بتجري بره البيت وبتروح المقابر وبتلاقي قبر ابوها لسه موجود، وبتتلفت تلاقي امها جاية عليها من بعيد وعايشة بس على جسمها اثار جروح قديمة من وقعة السلم. سيو بتبكي وبتحضن امها وهي فاكرة ان الكابوس خلص والشر مات. لكن أحداث الفيلم بتصدمنا في اللحظة الأخيرة. بنرجع لسنة 99 ونشوف إن يون الكبيرة بتاعة المستقبل كانت اتصلت بيون الصغيرة بتاعة الماضي وقالت لها اوعي تموتي وخدي بالك، الأم والظابط داخلين وهيحدفوكي من على السلم، قومي بسرعة. وفعلا يون في الماضي ما ماتتش من الوقعة وقامت. وفي المستقبل بنشوف فجأة أم سيو وهي ماشية معاها بتختفي وتتبخر تاني، وسيو بتلاقي نفسها فجأة متكتفة ومحبوسة في الأبو اللي تحت البيت. ويون المجنونة كبرت وبقت قاعدة مستنياها فوق البيت، شوية فوق وشوية تحت وهي الدنيا ماشية. وبكده يا صديقي الشر هو اللي كسب في النهاية وقفل عليها اللعبة، مع ان مفيش شر بيكسب في النهاية في الحقيقة يعني. وبيخلص فيلمنا على كده. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل ملخص احنا بننزله. يلا يا صديقي اشوفك الفيلم الجاي.